في ناس كتير في الجيم اول ما تبدا تسخن بتروح على الدنابل وتسخن بالدنابل على طول. الكلام ده غلط بالمره. انت اول ما تدخل الجيم المفروض تبدا تسخن مفاصلك بالتدريج بالشكل اللي انت شايفه ده كده. اول حاجه هتفصل اتمرن او هتسخن مفصل الريست بالشكل ده كده. كل شكل هتشوفه هتعمل منه من 10 ل 15 عده. بعد كده ادخل على مفصل الكوع بالشكل ده كده من جوه لبره ومن بره لجوه. لازم اسخن كويس جدا المفاصل بالشكل اللي هقولك عليه ده، خصوصا في يوم الكتف ويوم البنش، عشان هنا التحميل بيبقى على مفصل الكتف بشكل قوي جدا. هعمله بالشكل ده كده كل التمارين. طبعا هنا اهميه تمارين الاحماء او التسخين مهمه جدا، هتساعدك او هتقلل من خطر الاصابه ان شاء الله، ما يبقاش فيه اصابه، وكمان هتخليك تمرينك يبقى قوي، تقدر تتمرن باوزان قويه وفي نفس الوقت كتفك ما يزعلكش او ما يتصابش او ما تحسش بتقطع في كتفك وانت بتتمرن وما تحسش بالم. فحاجه مهمه جدا التسخين بطريقه جيده. طبعا سخنت رفرفه جانبي ورفرفه امامي من غير اوزان نهائي يا جماعه. بعد كده اجيب دمبلين صغيرين، بلاش بقى الشغل 10 كيلو والكلام ده كله، اجيب دمبلين صغيرين اصغر حاجه 2 كيلو 2 كيلو ونص، وابدا ارفرف بيهم برضو رفرفه جانبي بالشكل ده كده. هعمل 10 12 عده. بعد ما اخلصهم هعمل رفرفه امامي زي ما هنشوف دلوقتي كده حالا. برضو كل التمارين زي ما قلت 10 12 عده. كل التمارين تبقى ورا بعضيها من غير ما اريح او من غير ما اوقف. انا بعمل كل الهدف من ده كله اني بسخن مفصل الكتف وكل عضلاتي انها اتمرن. يعني معنى صح بنبه عضلاتي، لا ده انا هشيل لا اوزان تقيله. انا بحاول اوصل لها الموضوع سنه سنه عشان ما اتصابش، وفي نفس الوقت اقدر ادي تمرين بشكل مهم جدا. طبعا زي ما شفنا عملنا رفرفه جانبي ورفرفه امامي ودفع جانبي ودفع امامي. التركيه اللي بعد كده بقى مثلا لو هنلعب يوم البنش، هاجي على البنش الفلات. لو هعمل بنش تمارين بنش بريس بالشكل ده كده، هجيب الدمبل فاضي لما احط فيه اوزان بسيطه جدا وابدا اعمل التمرين بالشكل اللي احنا شايفينه ده مظبوط ده كده. هعمله 20 عده كنوع من التسخين. وبعد ما اخلص التسخين ال 20 عده تسخين ده ما يعتبرش مجموعه، انا كده يعتبر تبع التسخين. والمجموعه بعد كده على طول او اول مجموعه في التمرين اللي بلعبه ده كده، هبدا اجيب عدد 10 عدات او 12 عده بالوزن اللي اقدر اجيب بيه 12 عده. يعني مثلا بال 20 25 كيلو وزن اقدر اجيب ب 12 عده على طول عشان استفاد من اول مجموعه. لو الفيديو عجبك واستفدت تعمل لايك للفيديو، تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات، واشوفكم على خير.